احنا لا هنخاف من المجتمع ولا هنخاف من الناس. احنا طالعين نعمل اللي في نفسنا، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه شد في حواجبه. يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. النهارده هعمل عكاية جديدة. العكاية دي اتعملت قبل كده وانتشرت في رمضان، ناس كتير اتفرجت عليها، بس اتحدى يكون حد جرب انه يعملها، واتحدى ان يكون حد جاله الجراءة انه يعملها. العكاية دي النهارده اسمها فول بريسو. هنجيب فول وهنحط عليه اسبريسو، لا اكتر ولا اقل. هتنفع ولا مش هتنفع؟ هتبقى عكايه طعمها حلو ولا حاجه طعمها ما يتاكلش؟ انا هجرب وهقول لكم، ما تشيلوش. هجيب قهوه من سامس كوفي. انا نقيت واحد من اكتر الناس اللي بتعمل قهوه حلوه رايقه نظيفه تحميص حلو. المفروض ان الناس دي بقى ناخدها نعمل بيها فلتر كوفي، نحطها على البي 60، نشتغل بيها شغل اسبريسو رايق على الفلير 58. لا يا باشا، انا هجيب الفلير 58 اهي. مش هستخسر فيكم حاجه النهارده. ادي الفلير، وهجيب انضف انواع القهوه اللي موجوده، وهجيب احلى فول معمول. الفول ده مراتي هي اللي عاملاه لي، فاكيد جامد جدا. وطبعا هي قالت لي انت هتاخد الفول هتشتغل بيه في العكايه، بس لو باظت منك هتاكله، مالكش سحور. فعلى الله. حضرت الشوت بتاعي جاهز، فيلا نبدا كده نستخلص القهوه، نتفرج عليها في روقانها وهي نازله، وناخد ده نحطه على الفول ونشوف هيقول ايه. شايفين الاسبريسو وجماله؟ الاسبريسو بتاعنا اهو، شوت فاخر من الاخر، يستاهل بقك، وبصراحه ما يستاهلش يتعمل فيه كده. بس ارجع واقول لكم انتوا لطاط. معانا استكل شويه فول مهروسين نص هرسه، مضروبين نص ضربه، حاجه كده جميله. هنحط عليهم شويه كمون خفيف، عشان طبعا الفول يحب الكمون، دي حاجه معروفه. ننزل عليهم بشويه ملح، ويا ريت ما تكترش الملح، وحبه فلفل. انا بموت في السبايسي، فنديها نقطه طباسكو عشان ايه؟ تدي ريحه وطعم كده وتبقى زي الفل. اللحظه الحاسمه. بس انا قبل ما احط الدبل شوت على الفول، معلش انا بس حابب ادوقه بصراحه، حرام يعني، انا مستحرم. جامد قوي. القهوه جامده قوي، القهوه من سامس كوفي حلوه قوي قوي. حرام اللي هيحصل، بس يلا بينا. انتوا اللي اخترتوا، وانا برجع اقول لكم تاني. يلا. انا مش هحط كتير. انا هعتبر ان الاسبريسو ده ما هو الا شويه زيت كده على الوش محطوطين على الفول. ده المنظر اهو، الفول وهو في وسط الاسبريسو. شفتوا المنظر؟ تاكدتوا ان ده مش فوتوشوب، مش فوتوشوخ، حاجه مقرفه. استغفر الله العظيم. يلا بقى نبدا ونقول بسم الله وندوق الاختراع ده. ريحته حلو. في بصل اخضر، الحاجه الوحيده في الدنيا اللي ممكن تنسيني اللي حصل فيا ده، ان انا اداوي جراحي الدول. محشي ورق عنب. نعم. عارف لما تعرف واحده وتعمل فيك خازوق وتنساها بواحده تانية؟ ممكن اخر حاجه عشان بس ايه، نقفل السحور ونقفل الترند المقرف ده على كده. احنا نجيب واحده فلوتس ونشرب معاه بق القهوه اللي باقي. انا مش هقول رايي، واللي عايز يعرف انا حسيت بايه او التجربه دي كانت ايه في الكومنتات. يعني قولوا لي وانا هقول لكم في الكومنتات. انا لساني يعجز، والله العظيم 3 لساني يعجز. والله انا عايز اتسحر. شوفي حل، حمري لي بطاطس، حطي لي عيش مبلول تحت الحوض، اتصرفي. الفول ده ما ينفعش يتاكل، والله العظيم ما بهزرش. خديه اكليه الصبح. فانا مش هقدر اقول رايي في المهزله دي اقل ما يقال عنها دي قذاره. يعني انا غلطان ان انا سمعت كلامكم.
انا ليه مش عايز اقول رايي؟ لان انا مش لاقي اي كلام يتقال على ان انا دقته خالص، وعمري في حياتي ما حسيت باحساس الندم زي ما انا حاسه دلوقتي. فانا هستاذنكم نقفل الكلام في الموضوع ده. اللي عايز يعرف رايي في القرف ده يبعت لي خاص، يعني يبعت لي على الماسنجر لوحده وانا هبقى احكي له. استحسن يبقى ولد طبعا اللي يبعت لي عشان اعرف اوضح بالكلمات المناسبه خرب الكزبره اللي انا كلته ده. شكرا ليكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مع السلامه.